وادي بسم الله ما شاء الله، حاجه ترضي الله ورسوله اهو. الله اكبر اهو، بسم الله ما شاء الله، انتاج يرضي الله اهو. اللهم صل على النبي. يا ريت الناس كلها تزرع بنجر. الله اكبر الله اكبر، هناكل سكر ببلاش في بلدنا. اللهم صل على النبي اللهم صل على النبي. شفت الانتاج، احلى جوده واحلى انتاج. الصلاة على النبي. خير بلدنا، احلى جوده واحلى انتاج. بسم الله ما شاء الله، فرج على الخير. اللهم صل على النبي. حاجه ترضي الله. ايه مثلا؟ نعم، وزنها قد ايه مثلا؟ يعني فيها بتاع 4 كيلو 5 كيلو. كل ما وزنها بيكبر كل ما وزنها بيكبر كل ما تبقى احلى ان شاء الله. ان شاء الله. ان شاء الله. بنجر سكر ان شاء الله. تعملوا ايه اول في بدايه نشد الشبكه ونظبط الارض ونزرع بالراحه واحده واحده كده. من اول شهر كام كده؟ هو كده بقى عمره 7 شهور البنجر ده. 7 شهور. 7 شهور اظن ما يطلعش غير لما الشركه تيجي تاخده ان شاء الله. باوامر منهم هم، احنا بنقلع باوامر منهم هم، ما نقدرش نقلع بمزاجنا عشان ده وقت وميعاد ومفيش فيه تاخير ولا فيه اي حاجه. كلمنا بقى عن رعايه الارض وازاي بتطلعوا محصول كويس كده. اهم حاجه تنظيف الارض من الحشائش وتسميد معين، طبعا تبع وزاره الزراعه دوت، تسميد معين عشان خاطر السكاره والحلاوه دي والانتاج يبقى جميل والنضج يبقى حاجه حلوه يعني. بسم الله ما شاء الله، انتاج يرضي الله اهو. اللهم صل على النبي. يا ريت الناس كلها تزرع بنجر. الله اكبر الله اكبر، هناكل سكر ببلاش. بداية طبعا احنا الشركة بتوفر لنا البذور في العروة الأولانية دي مجانا. العروة الأولى بناخد البذرة مجانا وبناخد دعم في مبيد حشري. فبالنسبة لتجهيز الأرض أنا علشان أطلع الأحجام دي ما شاء الله في فترة أنا عندي المتوسط من 3 ل 6 كيلو. من 3 ل 6 كيلو للثمرة الواحدة. الثمرة الواحدة. برغم إن الأرض عندي إنتاجيتها مش كفاءة زي الارض اللي كنت زارعها السنه اللي فاتت، ان انا بحب اغير الارض كل سنه ازرع محصول مختلف. طبعا احنا بنحاول جاهدين ان احنا نوفر انتاجيه مواصفات عشان اطلع بالاحجام دي والانتاج دي. ده طبعا ده شيء مكلف بالنسبه لنا. عشان حضرتك تصور المنظر الجميل اللي احنا فيه النهارده ده كده ونقول كل سنه وانتم طيبين واحنا فرحانين بالمحصول، فده طبعا مكلفنا جهد ومال بالنسبه للانتاج. البنجر مكلف زيه زي اي زرعه تانية مختلفه عنه، وبيحتاج طبعا اهتمام وبيحتاج مجهود علشان اوصل للمرحله اللي سيادتك شايفاها دي. البنجر حضرتك هو بيصلح زراعته في جميع الاراضي الزراعيه، سواء تربه رمليه تربه طينيه. لو في ارض فيها نسبه ملوحه عاليه ما بتحصلش في اي محصول تاني، فهي بفضل الله بتحصل في البنجر زي ما حضرتك شايفه. يعني انا عندي الارض دي ممكن ما تصلحش في محاصيل تانية، ولكن بفضل الله صلحت في البنجر لان البنجر بيستحمل الملوحه العاليه. طبعا خلاف ذلك الخدمه عباره عن تسميد، مكافحه الحشرات، مكافحه الافات. وادي زي ما انت حضرتك شايفه دي النهارده يوم الحصاد، اليوم الجميل اللي شرفتونا فيه النهارده ده. الفدان ممكن يجيب لنا محصول قد ايه؟ والله الفدان بيتراوح الانتاج فيه، احنا بنسمع فيه بره عن الاسماعيليه بيقولوا فيه 30 وفيه 40 طن، لكن هنا انا عندي الفدان السنه اللي فاتت كان صفي 25 طن، ويمكن دي كان طبعا ممكن تكون قله خبره لان كانت اول سنه ازرع، فالسنه دي ان شاء الله بفضل الله ممكن يجيب معها 30 طن.